بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حلقتنا النهاردة عن تفريز وتخزين البنجر من السنة للسنة. أهم حاجة إن احنا ما نفقدش القيمة بتاعته، يعني هنعمله بطريقة صحيحة عشان ما نهدرش من الفايدة بتاعته والقيمة بتاعته الغذائية. دي أهم حاجة. هقولك على الطريقة الصحيحة اللي تقدري تفرزيه بيها، وطبعا احنا عارفين ان هو بيفيدنا في حاجات كتير، سواء في العصاير سواء في عمل الصلصات بتاعة الطماطم. اول حاجة بنجيب البنجر، بنبتدي ان احنا نغسله كده كويس غسلة كويسة كده، وننقعه كمان تحت المية ونغسله. بعد كده ببتدي ان انا اشيل العنقودة اللي بتبقى موجودة كده من تحت اهي بالسكينة، وببتدي كده اشيل الشوشة بتاعته اللي هي من فوق بالطريقة دي. خلاص. بعد كده هبتدي ان انا كده اخرط البنجر بتاعنا، وهنا بخرطه كده لدواير او حلقات زي ما انت عايزة بالطريقة دي، بحيث ان انا عارفة ان كل شريحة من الشرايح بتاعة البنجر دي هقدر ان انا استخدمها. يعني مثلا لو مثلا هضرب شفشة او طماطم، يبقى انا احط فيه شريحة من البنجر دي، هتبقى حلوة عليه قوي جدا. لو انا مثلا هعمل كمية من الصلصة، ببقى عارفة هاخد شريحة او شريحتين. خلاص، يبقى انا كده خلاص ما هدرتش انا كده. وزي ما انتم شايفين قطعنا كده البنجر، وهنبتدي نقطع الكمية كلها اللي موجودة معانا. كده احنا خلاص كده قطعنا البنجر بالطريقة دي، وكده ما فيهاش اي مشكلة خالص. هبتدي ان انا دلوقتي هجيب علبة عندي، اي علبة من اللي بتخليها في التلاجة. هبتدي ان انا اجيبها واحط فيها كيس من البلاستيك، وهبتدي ان انا ارص فيها شرايح البنجر. خلاص، هاملة العلبة دي كده كلها كده فوق بعض كمية كده كبيرة. بعد كده هبتدي اجيب كيس تاني بتاع التلاجة، وهبتدي ان انا اغطي العلبة بتاعتي كده على الوش من فوق. يبقى انا مثلا عارفه ان العلبه دي الكميه دي كده انا ملياها، عارفه ان دي كده خلاص كده جاهزه معايا ان انا هبتدي ان انا اشتغل منها. هبتدي ان انا ادخلها في الفريزر، وكده هي قعدت معايا يوم في الفريزر وانا طلعتها. كده انا طلعتها بقى من الفريزر. شايفين بقى؟ عايزه اوريكم بس ان انا لو هزيتها كده هزه، هتبتدي الشرايح كلها تبعد عن بعضيها. يبقى هنا كده خلاص. عايزه اوريكم ان الطريقه سهله جدا، ان انا ممكن احطهم بقى في علبه، وبعد كده هطلع بقى اخد شريحه زي ما انا عايزه. يعني مش هيتلزقوا ببعض كده، ومش هتعرفي ان انتي تطلعيهم. خلاص، دي كده اهم حاجة. اهم حاجة ان احنا كده لا سلقنا البنجر بتاعنا ولا اي حاجة. هي دي الطريقة الصحيحة ان انتي تفرزي بيها البنجر بتاعك، عشان ما تفقديش القيمة بتاعته الغذائية. دي كانت حلقتنا النهاردة. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.